السلام عليكم. عندي لكم سلسلة ناخذ كل نادي من أندية الصندوق بداية من الجولة السادسة، وبعد ما تقفل الميركاتو وتعاقدات الأندية ووضع كل فريق لحاله. وبنتكلم عن نادي الشباب اللي يعتبر من الأندية الخمس الكبيرة. حلقة مهمة جدا، وبإذن الله حلقة تنال على إعجابكم ورضاكم. لا تحرمني عزيزي المتابع بالاشتراك في القناة، ولا تحرمني من اللايك لانتشار المقطع لأكبر عدد ممكن. والأهم تعطيني تعليقك ووجهة نظرك في ميركاتو ناديك وآخر 5 جولات في دوري روشن. وصلوا على سيد البشر حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وزيد وبارك. نخش الآن على طول في الأندية، وأول نادي صاحب أول هاتريك للدوري السعودي نادي الشباب الحزين. الشباب اللي ضايع وعمل إداري سيء وأعضاء إدارة أسوأ، لا قرارات ناجحة ولا عمل ناجح. نادي الشباب ما عاش استقرار في الميركاتو، أسوأ ميركاتو مر على الشباب في طوال تاريخ النادي. أتمنى الآن بعد التصحيح يتحسن الفريق في الميركاتو الشتوي ويصير فيه استقرار في النادي. العمل الفني سيء وأفكار غير واضحة مع المدرب كايزر في أول 5 جولات بدون أي انتصار، عمل كارثي. وتمت إقالة المدرب وتعيين المدرب الجديد براون في الفترة القادمة. الشباب لا تعاقدات تبرد البطن ولا هم يحزنون. أجمل شيء صار في الميركاتو ذا الملعب جميل بكل معنى الكلمة. جمهور الليث يستاهل كل هذا الجمال والفخامة، وإن شاء الله باقي الأندية يكون عندهم ملاعب ويتطور الدوري أكثر من كذا. نخش على الصفقات للنادي والتخبط الإداري طوال الميركاتو. صفقة واحدة بس، ومن وين؟ من نادي الهلال، جوستافو كويلار. والله وضع يزعل الكبير قبل الصغير. صح الأندية الثانية أكلت الجو وجابوا لاعبين على أعلى مستوى، لكن الشباب ركيزة أساسية للدوري. ما حد يقدر يقلل من نادي الشباب أو إنجازات النادي. نجيب كويلار مع بانيجا. الآن صار عندك وسط قوي. كويلار عاد معروف في الافتكاك والضغط العالي والعكسي، ومن وجهة نظري الشباب كان ناقصه لاعب يمتلك هذه الخصائص، والآن موجود في وسط الملعب. ومع بانيجا راح يكون وسط يقدر ينافس أي فريق يواجه الشباب. والآن نجيب كراسكو يا كراسكو، إضافة مهمة جدا لنادي الشباب وإضافة لدورينا. من أهم اللاعبين في إسبانيا وأتلتيكو مدريد بالتحديد. في مسيرتهم مع أتلتيكو مدريد لعب 266 مباراة، سجل 47 هدف وصنع 45 هدف. كراسكو لاعب مهاري ولاعب عنده حلول في السلسلة الهجومي، تقدر توظفه في أي مكان في السلسلة الهجومي وراح يبدع. لاعب فنان، الكرة كأنها مغناطيس في رجله، ما تروح بعيد، يخلخل أبو الدفاع وما هو سهل انك تقطع الكرة منه. انت ملاحظ ان عمره 30 سنة، يعني في قمة عطائه والنضج الكروي. ومع هذا الدعم في الدوري والتنافس، انا متأكد انه راح يكون نجم الشباب الاول وركيزة الفريق مع بانيجا. نجيب المهاجم السنغالي حبيب ديالو. مسيرة نوعا ما جيدة، لكن في آخر سنة مع ستارسبورغ انفجر وأكل الدنيا. مع ستارسبورغ هداف الفريق ب20 هدف. تدري كم هدف بين ديالو وكيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي السنة اللي راحت؟ كيليان مبابي مسجل 29 هدف، الفرق بينهم 9 أهداف. ومع فريق متواضع فنيا، لاعب تقدر تعتمد عليه في البناء ويكون محطة ويتحرك بين الخطوط، وسريع وخطير في تحركاته. الفينش عنده عالي ويضغط مع الفريق على الخصم ويفتك الكرة. الشباب كسب مهاجم محترم. صح الطموح أعلى من كذا، لكن أنا متأكد إن الشباب راح يتفق ويكون أقوى من كذا بمراحل ويصل للطموح اللي يبرد القلب. نجيب راموس سايس، ثاني أفضل مدافع في كأس العالم الأخير عام 2022، أحد الأسباب اللي وصلت المغرب لنصف نهائي كأس العالم. ومن وجهة نظري أفضل مدافع في كأس العالم الأخيرة. بلغ فرديول بلا بطيخ. سايس أفضل مدافع في كأس العالم الأخير. والله إنجاز المغرب فخر للعرب كافة. مدافع قوي دفاعيا صلب، قائد حقيقي للدفاع، ممتاز في البناء، ممتاز في التنظيم الدفاعي، لاعب يلعب من قلب. الله ينفع بالصفقات الجديدة لجميع الأندية، موعودين بتنافس على أعلى مستوى من جميع الأندية. وختاما وليس آخرا، تكلمنا عن نادي الشباب والميركاتو الشبابي والتخبط الإداري، وإن شاء الله القادم أجمل. وانتظروا باقي الأندية، راح نتكلم عن نادي الهلال ونادي النصر ونادي الاتحاد ونادي الأهلي.
وإذا أعجبتك الحلقة يا الغالي وحاب تعطينا دعمك لتطوير المحتوى للأفضل، لا تحرمنا من اللايك والاشتراك والشير للحلقة، والأهم تفعيل الجرس ليوصلك كل مقطع جديد. وتحياتي.